السلام عليكم. أنا في كلمتين في مكان العمل أكرههم. أولا كلمة إنك أنت لازم يكون عندك واسطة أو العلاقات عشان تنجح. وشيء ثاني إنك أنت لازم تسوي ماركتينج لنفسك. باقولكم أمانةً واحدة عندها خبرة 18 سنة، وأكيد في ناس خبرة أكثر مني، بس أنا أحس للأسف ممكن يكون كلام قاسي شوية، بس هذه حجج للناس الفاشلة والناس الكسولة اللي هي ما تبى تسوي شيء ولا عندها إنجازات ولا عندها علم ولا خبرة، وتبى تحط كل أو إن تبى تطلع فوق أو تبى تترقى أو تبى توصل للمناصب بهالحجج هاي. وللأسف شُفت تأثير هالشي هذا على الناس اللي هي كانت ممكن تكون جاية على الوظيفة وعندها طموحات وعندها power وعندها energy، والناس هذيلا يسوون influence للناس الثانية، وهذيلا فعلًا يبتدون يفكرون إن هذا هو الصح، لأن يشوفونهم ناجحين، لأن يشوفونهم إن هم وصلوا للمناصب. بس أمانةً هذه يمكن أكبر غلط إنسان ممكن يسويه في نفسه، لأن باقول لكم ترى إذا أنت اليوم عندك واسطة أو عندك connections، إذا أنت وبينك وبين هالشخص هذا مصالح، لو مصلحة خلصت ترى شو بيسوي؟ أول شي بيبيعك أنت، أو يمكن الشخص هذا يتغير، أو إنك أنت مثلًا الconnection هذا ما عاد موجود، أو إنك أنت اضطريت إنك أنت تغيّر وظيفتك وتروح مكان ثاني، فشو اللي بتاخذ معاك؟ الconnection ما بتقدر تاخذها معاك أنت. وشيء ثاني أو خلّينا يعني في هالجزئية لو بنتكلم أكثر، أنا أشوف إن الإنسان اللي ما تقدر حد ياخذها منك هو علمك، هو خبرتك، هو إنجازاتك، هو المهارات اللي عندك. فهذا الشيء الوحيد اللي أنت مهما رُحت مكان أو مهما غيّرت الوظيفة أو مهما حتى ناس في الtop management اتغيّروا، هذا الشيء ما حد يقدر ياخذها عنك، ولا تخلّي حد يقنعك عكس كذي، لأنه هو يبغى إنك أنت تكون كسول مثله عشان يقول إن كل الناس ترى شبهي. هذا الناس اللي هي لأن هي خايفة من الناس اللي عندها طموح، فتبى تضغط عليه. إنزين لو أنا أبي أضغط على شخص ومو بقادرة أضغط عليه، شو باسوي؟ باخليه يقتنع باقتناعاتي عشان نبين إنه أوكي نحن كلنا ترى شبه بعض. فدايمًا strike إنك أنت تتعلم أكثر، إنك أنت تزيد في خبراتك. لو تلاقي إن في وظيفة ما قاعد تحصل هالشي، حاول إنك أنت تستثمر في نفسك وتشوف يعني تزيد من مهاراتك من برا، لأن هذا هو اللي بيسويه ماركتينج لنفسك، بدون ما أنت محتاج تروح تقول حق ناس ترى أنا شي سويت، ترى أنا شي سويت، أنا هني وصلت، أنا شي سويت. لأنك أنت لما بتسوي إنجازات بيكون عندك شيء solid أصلًا الناس بتتكلم عنها، فأنت مش محتاج